السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم معزاكي مع مس مريم. النهارده بإذن الله نحل تدريبات الدرس الرابع، درس المصادر جمع المعلومات، دراسة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول من كتاب المدرسة. ويلا بينا نشوف عندنا هنا تدريبات الدرس. ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. رقم واحد، المصادر الأولية هي المصادر التي سجلت في زمن وقوع الحدث. طبعا صح، اللي هي أصلا عاصرة الحدث. يبقى المصادر الأولية دي المصادر اللي سجلت في زمن وقوع الحدث. رقم اتنين، النقوش على جدران معابد الكرنك تعد مصدرا أوليا للمعلومات. ما احنا لسه قايلين إن هي سجلت وقت وقوع الحدث، يبقى سبعة صواب. رقم ثلاثة، تعد البرديات أحد المصادر الثانوية لجمع المعلومات. لا، ليه؟ لأن البرديات دي مكتوبة وقت وقوع الحدث، فتعتبر مصادر أولية وليس مصادر ثانوية. رقم أربعة، تنوع مصادر جمع المعلومات يعطينا صورة كاملة للأحداث. صح، أنا لما أكون عايزة أجيب بحث فبدور في جميع المصادر، بحيث إن أنا مثلا مصادر أولية أو ثانوية، بحيث إن أنا أقدر أكون يعني إيه صورة كاملة للبحث اللي أنا هعمله. رقم خمسة، الحقائق تعبر عن وجهات نظر شخصية. طبعا خطأ. ليه؟ لأن الحقيقة دي خلاص حقيقة أنا مقتنع بيها، هي كده حقيقة. مثلا زي إيه؟ القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، دي حقيقة. إنما اللي بتعبر عن وجهات نظر شخصية اللي هي الرأي وليست الحقيقة. رقم ستة، مواجهة الأخبار الزائفة يساعد في استقرار المجتمع. طبعا صح، صور. شوف اللي بعد. رقم ب، اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. رقم واحد، أحد المصادر الأولية التي يمكن استخدامها عند كتابة بحث عن تاريخ مصر هو كتابات المؤرخين، الإنترنت، المقالات الصحفية، الأبحاث. في مصادر أولية دي يمكن إن احنا نستخدمها لما نيجي نكتب بحث عن تاريخ مصر، اللي هو إيه؟ طبعا كتابات المؤرخين. رقم اتنين، أي المصادر التالية يعد مصدرا ثانويا لجمع المعلومات؟ مصدر ثانوي يعني ما اتكتب بعد ما الحدث وقع بفترة طويلة. عندنا هنا المعبد. طيب المعبد ده معمول في وقت وقوع الحدث. عندنا الجرائد اللي هي ايه المقالات. عندنا صور البرد ودي النقوش. لا، فهتكون الايه المقالات دي بتكون تعتبر مصدر ثانوي. رقم ثلاثة، المعلومات المتداولة دون التأكد من صحتها هي آراء، حقائق، انطباعات، شائعات. احنا مثلا في وقت إيه زي ايه معلومات احنا ما احناش عارفين دي صح ولا غلط، بس احنا مثلا متاكدين ان هي صح بالنسبه للي يحصل في فلسطين، بس بيبقى فيه كلام كتير متداول، فاحنا ما احناش عارفين الكلام المتداول ده شائع ولا حقيقه. فيبقى المعلومات المتداوله اللي احنا ما احناش متاكدين من صحتها تعتبر شائعه، اسمها شائعه. طيب رقم ج، صنف ما يلي الى حقيقه او راي. يجري نهر النيل في مصر. طبعا صح، او اللي هي حقيقه. حقيقه، يبقى يجري نهر النيل في مصر. مدينة الإسكندرية أجمل المدن الساحلية، ده يعتبر رأي. يبقى نفرق ما بين الحقيقة اللي هي أمر واقع إحنا عارفين إن دي حقيقة. طب بالنسبة للآراء دي وجهات نظر مختلفة. يعني أنا مثلا بحب اللي يقول مثلا إيه باختلاف، يعني مثلا ممكن أحب مثلا بورسعيد عن اسكندرية، في ناس تقول لا أنا بحب اسكندرية أكتر. فالآراء بتبقى متفاوتة الآراء. رقم د، انجم عما يلي. رقم واحد، بما تفسر أهمية الاستعانة بالمصادر المتعددة عند جمع المعلومات. ايه هي أهمية اللي احنا نحصل على مصادر متعددة لما نيجي نحصل على المعلومات؟ احنا عندنا الحصول على المعلومات بتكون دقيقة عن الأحداث والأماكن ومقارنات. طبعا المعلومات والتأكد من صحتها، ولازم نتجنب التحيز لمصدر واحد. فهنقوم كاتبين رقم واحد او ممكن نقول ايه تجنب التحيز لمصدر واحد. وممكن نقول ايه كمان، الحصول على معلومات الحصول على معلومات الحصول على معلومات دقيقة عن الأحداث إيه، والأماكن والتأكد من صحتها. تمام. رقم اتنين، دلل على وجود اختلاف بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية لهذه المعلومات. تعال نشوف المصادر الأولية والمصادر الثانوية.
المصادر الأولية بتتميز بالدقة ولكن يصعب الحصول عليها، أو أحيانا مش على طول. أما الثانوية بتكون متوفرة ويسهل الحصول عليها. فنقوم كاتبين الفرق بين الأولية والثانوية. الأولية تتميز بالدقة، تتميز بالدقة تميز بالدقة ولكن يصعب الحصول عليها أحيانا. طب دي الأولية. الثانوية، المصادر الثانوية هنقول إيه؟ متوفرة ولكن يسهل إيه الحصول عليه. بس نقول شؤون شايلين ولكن نقوم مسحينها، انا هنمسحها بس كده. متوفرة ويسهل الحصول عليه. طيب رقم 3، ماذا يمكن أن يحدث إذا صدق الناس كل ما ينشر عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ هيحصل إيه لو إحنا صدقنا كل حاجة بتتنشر على الفيسبوك أو التويتر أو الانستجرام؟ هيحصل إن هيتسبب في نشر الفوضى وعدم استقرار المجتمع. هنقوم كاتبين يتسبب في نشر الفوضى وعدم استقرار المجتمع. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي التدريبات من كتاب المدرسة، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين زي ما احنا متعودين، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.